انتهت مباراة الأهلي ويانغ أفريكانز التنزانية بالتعادل الإيجابي 1-1 في لقاء صعب خارج الأرض. الأهلي واجه ضغطاً قوياً من أصحاب الأرض طوال الشوط الأول، وقبل نهاية الشوط الأول وفي الوقت بدل الضائع نجح إبراهيم حامد لاعب يانغ أفريكانز في تسجيل هدف التقدم بعد هجمة منظمة. مع بداية الشوط الثاني دخل الأهلي بشكل أفضل ورفع من الضغط الهجومي، ونجح أليو ديانغ في تسجيل هدف التعادل للأهلي في الدقيقة 66 بعد تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء. واستمرت المحاولات من الفريقين دون تغيير في النتيجة، وغاب عن الأهلي في اللقاء إمام عاشور أفضل لاعب في مصر حالياً. بعد المباراة ارتفع رصيد الأهلي إلى 8 نقاط محتلاً صدارة المجموعة، بينما أصبح لدى يانغ أفريكانز 5 نقاط في المركز الثاني، ويظل الصراع على بطاقتي التأهل مشتعلاً.